قال قلنا لسيدنا ما يكون الرجل إذا دخل الخلاء والشياء وهو بصر عن سمع شيء على مسائل الناس next ko ba ko ne sai Allah sai mana babu ma yakun rajul idza dakhala al-khala babu ne ke magana akan me mutum zai faɗa in zai shiga wannan ko kuma zai ba ko da shiga wannan ba ina ne zai fusari ko bayan kai ko da ba wannan ko sai ta mana hala da na musaddad wa musara ko yi magana kan wannan rawi ya yi kafin hafi da a cikin asabar kutubu sita da yin majalar musulmi musulmi da sisa ya mun shekara ta 2028 dan da baka tuno ne goma sai mun kana da kana Hammad bin Zaid ne ko wannan Hammad bin Zaid ba ga wani ba Yahya Musaddad al-Muhin al-Alim kun ko Yahya Musaddad kaga Musaddad al-Muhin al-Alim mungkin ismu apa ibn Zaid Hammad bin Zaid sun ga shi da kaji kaga Musaddad da kaga Musaddad kan sai Hammad gani sai ba wani ne sa Hammad bin Zaid wannan ga ne wannan idan kana tafiya sai ya zo lokacin da kana kana da kun garawa da kana aka shi kun san shi ba ga ne muna ƙara da babu ina ƙara sanin insha Allah ko ina tafiya ko ba ga wannan ko to shi ne wannan rabi Hammad bin Zaid fikatun ne zabtun faqih Hammad bin Zaid bin Dirham ko وعبد الوارث بن سعيد الأنبري وانا في قتل نظامته حماد بن زيد الأبغى تنوي حماد بن زيد الأبغى تنوي بس فكرة يا شيخ حماد بن زيد فكرة دليل سبعين ترى شكرا الإمام مالك يجلس هكذا صار في ستة ولا شيء مسجد عليه هو عبد الوارث بالنسبه للامر الحديث شو هنا من زي يعني ثقه في النبوه ثبت انه بقى التفاصيل اصحاب المتفصيل وهذا اسم الله نسيسا يوم الشيء كانت تدريب زمان اذا كان سامو نسمو تقريب التعليم ونسيب تقريب التعليم لا تعرف سوي يوم الشيء كانت تدريب تبس هذول انا هذا لا تسكت ولا تستقبل التعليم ولا سمع ما اكثر لا يوم الشيء كانت تدريب تبس أتكلم تقريبا تعلم وليه يوم الشكل تقريبا تعلم لكن مثلا سيدنا أنا عبد العزيز شيء عبد العزيز بن سحيل مكاني ولا راه في بالي إنه بقى تقولي أصحاب الكتب ستة جوالي ستة داري ستة يوم الشكل تقريبا ثلاثة وبعدين عبد العزيز بن سحيل البناني البصري مكاني سيدنا أنا أنس بن مالك سابق من ثلاث سنوات ما يقولون ما لا يسقط قال سيدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أنا أنس بن مالك أنه قال إنك قال يجب سماع النبي سوف متى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنائز النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزيش قبل الحج وكما زيد بن زيد يا مكان السلام فهذا قال لي سيدنا ونحن كل ما تقول نعم سهمنا أنه هلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أنا حماد قال اللهم إني أعوذ بك وقال أنا عبد الوارث قال أعوذ بالله منك وإنك أنا تنبه معكم معي أقول قال مسدد بن سرهان عن حماد لهم قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال مسدد بن سرهان عن حماد أنا ابن والدي فايد هذا مسدد بن سرهان مسدد شيء سيكون تجد هذا اللهم إني أعوذ بك كما فيكما النبي صلى الله عليه وسلم أي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ قال مسدد عن حماد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا قلنا مغني اللهم إني أعوذ بك هذا لا لنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وقال لما مسدد عن عبد الوارث قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال إيه لنا لنا ما نعرف سيدنا إسحاق بن عباس هو بعد سورة الانتهاء بسم الله اللهم إني أعوذ بالله من الخبث بسم الله نتائجها
إيه؟ زي متى؟ نعم؟ أي زي الله وكمان على سوى بسم الله الله بسم الله زي متى؟ apa yang bisa disebut bismillah ila itu ini wanda ba mutum ne gawo ita wasatu ma bayna qa'il al-jinn wa awrat bani adam idza dakhala ahadun fala an yaqul bismillah to ba ko wannan hadisi ya inganta karshe mai da musu wannan hadisi zamu da shi insha Allah sai da muka bude wannan ya kamata mu bude wannan misalan sai da shi da shi kammala ko hadisin ka bai sai mana قال أبو داود أقولكم لأن باب الحسن قلت وأقول هنا أسأل الباب نقول زمن قال لسنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي هذا هو زمن أما أسأل قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي العزيز اللهم إني أعوذ بك هذا زمن ورواه شعبة أسأل وأنت حديث نقله هذه مثلا وأنت حديث نقله رواية سكرويته أبي حماد بن زيد أبي عبد الوارث بن سعيد الأنبري حماد بن زيد زيني اللهم إني أعوذ بك من الخوف والخبائث عبد الوارث الأنبري زيني أعوذ بالله من الخوف والخبائث سيته من عبد الوارث سيتي قال أبو داود وهو شعبة أنا عبد العزيز حماد بن زيد عبد الوارث سيروي كالوالي عبد العزيز بن صهيب سيته من شعبة ما يتولى حديث كذا شيء عبد العزيز بن صهيب سيتي اللهم إني أعوذ بك من الرواية حماد بن زيد وقال مرة أعوذ بالله أقول له بس ما يهرب لك الشيء عبد العزيز بن صهيب من الرواية عبد الوارث بن سعيد الأنبري أعوذ بالله من الخوف والخبائث أنا هذا إيه أنا مثلا بيت هنا هو غني بيسير نم بابا أنا لا سنتي قال أبو داود وراء شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وحاول فريد أعوذ بالله كان سيدي نقول على رزنا حسن بن عمرو يعني السدوسي يعني وانا حسن بن عمرو سدوسي إنه صدوق مني وكان مثلا سيما لما قلنا وكيو من مجال أنا وكيو من وعد وكيو من الجراح بن مالك الرؤاسي وهن راوي ثقة حافظ حامل يشير والبناء شكرا تدريس النبوي النبوة تنوني النبوة تنوني حافظ هو أسامة بتريس اللي قاعد يسوي ده على الإنسان أقولي لما أنا عن شوبة وأنا شوبة تقول الحجاج بيه وأنا عن شوبة تقول الحجاج إني برضو العزل مولاه أبو بسام الواسطي ثم البصري ماشي بيني يعمل شيء كذا تدريس ايش قاعد ايش يعمل شيء كذا تدريس او هي كذا انت شيء كذا تسمع عندي وسنتي تدريس هو انا عبد العزيز وابن صهيب قال انا انس بهذا الحديث قلت قال اللهم اني اعوذ بالله ولا ما كان ايه كان ويا ريت أنا قرأت الحديث وأن يتم كهني وكذا يتم أنا أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك هذا من ما قالت اللهم إني أعوذ بك يا قوة عني وقال شكوبا وقال مرتين وقال شكوبا وقال مرتين يصير شكوبا يأتي وقال مرتين أنا عبد العزيز بن صهيب أقول له بس أعوذ بالله من الخوف والخبائث من أطلب بيت وقال شكوبا وقال مرتين هكذا عليه قال لسنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال لسنا وكيل عن شكوبا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شكوبا وقال مرتين أعوذ بالله من قال لنا أمر بالمرسول حديث النبي قال لنا أمر بالمرسول قال أخبرنا شعبة أن قتادة بن حمى بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري من ثقة بضبط من أبغى تؤمني
النذر بن انس بن مالك الانصاري ابو مالك ngani wannan rawi fi ne da kawo ta rubuce a samu duk su daga wani sun da sun sa ya mun shekara ta 100 sai mana an zai bin alƙam sahaba ne sallallahu alaihi wasallam yace ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi qala annabi yace qala sai mutum ne annabi qala idan za mu je mu ba don mun sawa da shi ko ba ko ba inna hadhihi al-shusha sai lalle wannan wajaji da kewaya wannan ban da ke shiga muhtadara ana halatta su ana shi Allah da suna halatta su suna shiga suna taruwa a cikin su cuta inna hadhihi al-khushush jam'u na al-hashu wa al-khushu ko al-hashu al-khala al-tabat al-hayy sanan kuma mana wannan banda kuna da ake kewaya ana da bukata a ciki muhtadara ana halatta su sai halatta su da mala'iku shedan da annabi suna halatta su suna ba su taru dan su cuta kana magana ثابت فإذا أتى ولا فاعل مثل فاعل إن هذه الشيشة متدرة فإذا سببية نعم سببية أنت أتكسي أنت فاعل فإذا أتى أحدهم تصور عنه إذا أتى أحدهم الخلاء لم يكن في بيوم بقال الشيء يكون أجله فليقل سيدي أعوذ بالله من الخوف والخبائث من ذلك وهنا أليس زي من الكامل إمام الترمذي أقول إقرار الأسماء إسناد يعني ما نقول زاهر والناس أمر بن مرسول شعبة فتهدى هو الخليفة النذر بن أنس سير بن أرقم زاهر سوى النذر بن كثير يعني ما نقول ومنا حديث أقول ما لم يسجل ومنا حديث ينا كتير ينا كنا أقول مثلا بس مثلا هم حديث كتير me zai haifar da zai da ake so wannan ta har ko ake so inda hali da shi ko zaka shi da ake so mun ma ga Allahu inda azza ai muna da ita ta inganta to wannan ƙara kai shi da ake nema inna hali da shi shayyin wannan ƙara kai shi ake magana mun gane abin da zai haifar shi idan ka shiga wannan haji zaka ga wannan addu'a idan ko ba wannan ake zaka shiga ba zaka fade ta akan ke akal sih. Kok? Nah, Nabi isbat. Akan macam ada sih orang akan Akan. Jangan cepat ini. Isi akan misalnya sih kalau ada. Kan mana? Saya mana ada sih. Mungkin tidak. Amma mau berubah. Kalau saya tu beri pengalaman dari sini. Macam an. Kok? Amma wane ne ya ce daga kasada shi wanda saboda ka ba masa shi wanda la yarwi an al-mudallis illa alladhi sami'ahu musta'nis idha rawa an al-a'mash aw qatalati aw as-sabi ma rawa an la takhsha al-lisan faqad kafatahu hadha al-imam al-mutawa ko azu musahi daga zahiri wannan hadisi ibn kathir wannan sai ne hadisi ne illa suna da dalilai da suke rufa da Allah suna da dalilai su in mun tashi wannan hadisi da muka kalli muka ne su sai mu kare musu fassara insha Allah sai mu kalli masal da suke su wannan hadisi shi ya inganta da sai Allah da suke zuwa kan basmala sun inganta insha Allah wa izna Allah ina da haka sai ne ya ko mu shiga wannan ko ko ba ina da haka sai ya ko sai ne ta har ga yakin alaikum salam wala ina da tambaya wancan hadisin na Abu Zubair an Jabir kuma an ce mana wannan mudallisi ne kuma gashi wanda dalibin da ya rubuto wajen shi Ismail wa Abu Malik na haka ba wancan bane da haka menene matsayin wannan hadisi kenan wannan hadisi da wannan isnadin da saboda da kai ga yana da abu da shi yana da wannan islami da kai shi ga islami da akwai ta siwa akwai shi ko da ka tsallaka da shi kuma akwai ana da shi abu su yana cikin hadisi gani amma wancan hadisi na farko da mujahid wannan hadisi idan aka tattaro hadisi ma Allah zai mishi da ji hadisi madana hadisi sahihi da ji hadisi
saboda amma wannan mutaba ce samu koko dai kai karfafa ce karfafa wannan karfafa shi sai zai kaga wannan da farko ma da shi abu da riga da kaga shi na yake karfafa shi sai kuma akwai da sai da sun karfafa da su fuskan ma'ana sai ga kaga sai mun matsayi ya inganta sahihi amma dai kana hadisi akwai an halatta abu su da kuma akwai su kan da abu bari ina musu bayra ko insha Allah ba da sai ku tijari da shi sa ku suka ba da salawa ne to wala anan tambaya ta shi dangane da aiki da shi ta karimin hasi kamar dalibin da misali ne dan mai ci da ta karimin hasi amma akwai matsaloli da ni a iyakar fahimta ta zai su wasu isra'ili da ne suka tere ruwa saka amma ya kaka da ya kai kana da cikin suna su wasu yawa ta karimin kare ka ga kamar ni a fahimta ta zai sa cikin ya gada wani sai dai ba ne ma da ka samu malami ne dole mu sai aka hanya saboda ya mun da yake kan da ajiya ne ya mutum sai ko yake wasu kuma muna cewa ne ai gashi tun daga ta yi da ko da ko ba ka da wani san mun da ke samu nan sai daga kuma shi sai ana da ta ba da amma da wani babu wani da ya hadisi da sai ya ga gaskiya wanda ya dan kawo da wani dole sai tsaya saboda mutum zuwa wani wata da shi wanda za ka samu gaskiya ne ba a tura ɗalibi gaskiya ne ba amma yana wani shahara akwai masu da wannan da da yawa insha Allah insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ina da ai wani sai kuma da insha Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.